السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم بعد انقطاع طويل؟ انا عارف انا بعتذر عليه جدا، ما كانش بايدي والله. بس النهارده جاي موضوع شيق هنتكلم فيه. هل انت عمرك فكرت ان في اكتر من 16 نوع مستخدم ممكن يستعمل الاب بتاعك بطريقة او باخرى؟ انت عارف ان ال 16 نوع دول ممكن يبقى ليهم بطريقة او باخرى تأثير على طريقة استخدام الاب بتاعك من المستخدمين التانيين، وعلى probabilities او احتماليات نجاح او فشل التطبيق بتاعك؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو ده. خليكم معانا وان شاء الله هنشرح ال 16 نوع المختلفين من اليوزرز، وازاي كل واحد بيستخدم التطبيق بتاعك او الابلكيشن بتاعك او السيستم بتاعك بطريقه مختلفه عن التاني، وازاي ممكن كل واحد فيهم يأثر على احتمالات نجاح او فشل الاب بتاعك لو ما خدتش الموضوع ده في الاعتبار بطريقه كويسه. انا احمد الطويل، وخلينا نبدأ على طول. طيب، هو الموضوع كله بدأ ان انا كنت بقرا الكتاب ده، اسمه Rethinking Users او إعادة التفكير في المستخدم. الكتاب ده بيطرح أطروحة جديدة شوية، وهي ان المستخدمين مش نوع واحد ولكن هم 16 نوع، وان انت لما بتيجي تنظم سيستم لازم تاخد بالك من ال 16 نوع من المستخدمين دول. ومش دايما الموضوع بيبقى واضح، ومش دايما بتقدر تطوع 16 مستخدم ليك، ومش دايما الموضوع بيبقى سهل انك تعمل ادابتيشن او تعمل إيه، يعني كفرج او تغطيه لكل المستخدمين دول. ولكن فكره طرح ان في انواع مختلفه من اليوزر بتساعدك دايما ان انت تبدا تاخد بالك من شويه تفاصيل صغيره في النظام وانت بتصممه، بحيث تقدر تكفر او تغطي اكبر عدد من المستخدمين. والفيديو ده كله بيتكلم عن الموضوع ده. فخلينا يلا نبدا نبص على 16 نوع وندي نبذه كده عن كل مستخدم. يلا بينا. طيب، خلينا نمسك انواع المستخدمين، يعني نوع نوع كده باختصار شديد جدا، وندي مثال على مثلا ابلكيشن بنطلب من عليه اكل، ونبدا نشوف الانواع المختلفه من اليوزرز اللي ممكن نبدا نحطهم في الاعتبار او ناخد بالنا منهم واحنا بنصمم السيستم. واول نوع، والنوع الاوبفيوس جدا او الواضح جدا لكل الناس، وهو المستخدم المباشر. وده الشخص اللي بيمسك الاب، بيفتحه وبيعمل اكونت يطلب الاكل. ده اكتر مستخدم واضح جدا ان الاستخدام بتاعه واضح، احنا بنصمم له ليه، واضح ان اغلب البرودكت مانجرز او اللي هم مديرين المنتجات والمصممين هيشتغلوا عليه. في نوع تاني اللي هو المستخدم الغير المباشر، وده ممكن يدي كمثال حلو قوي. لو انا اللي بيستعمل الاب بتاعي مثلا طفل، مش طفل يعني، حد عنده اكونت موبايل اب وبيطلب الاكل، ففي الغالب اهله هيبقوا مهتمين بجودة الاكل والتكلفة والحاجات دي كلها. فهنا الاهل بيعتبروا مستخدم غير مباشر، لان هو ممكن الشخص مثلا يطلب من موبايل باباه، فهو اللي بيطلب دايما الاكل، بس اللي بيمانج البروسيس وبيأكد على الكواليتي والحاجات دي كلها هو اهله. فده هنا بيعتبر نوع من المستخدم الغير مباشر. النوع التالت هو المستخدم الوسيط. والمستخدم الوسيط ده هو فكر فيه كده زي الكابتن اللي بيوصل الاكل. ده مستخدم للسيستم بطريقه او باخرى، ولكن هو ملوش علاقه بالفلو بتاع او بالحركه بتاعه الاب. هو عباره عن واحد بياخد الاكل من بوينت A لبوينت B، مش هو اللي بيطلب الاكل ومش هو اللي بيحضر الاكل. فده احنا محتاجين نحطه في الاعتبار، لانه ده عامل مهم قوي في التصميم بتاعنا. النوع الرابع وهو المستخدم الحاكم، وده بيحط مثلا سياسات الاستخدام. فلنفترض مثلا المستخدم الحاكم ده، مثال عليه حلو قوي هي الشركه نفسها، اللي هي بتحط البوليسيز او السياسات اللي هتستخدم الاب. انت كمستخدم مباشر بتتاثر بالسياسات اللي الشركه دي بتستعملها. مثال على كده حلو قوي، لو الشركه قررت في يوم من الايام انها تغير وسيله الدفع، انت شخصيا بتتاثر. ده نوع من انواع التاثير ان المستخدم ده مستخدم حاكم ليك. النوع اللي بعده هو المستخدم المستقبلي، وده موضوع مهم جدا، وفي ناس كتير قوي بتفكر فيه فعلا. ازاي يبقى عندي مستخدم واقدر اعمل له حاجه اللي اسمها اكوزيشن، اللي هو واحد فاتح الاب بيجرب فيه، ازاي انا اقدر اخليه في الاخر يوزر ويعمل اكونت ويبدا يطلب الاكل. ده محتاجين نحطه في الاعتبار. في نقطه تانية اللي هو المستخدم السابق، اللي هو الراجل اللي مسك الاب مره، استعمله وقفله تاني او مسح الاب. محتاجين نشوف هنعمل ايه للراجل ده، ازاي نرجعه، ازاي نبدا نقنعه انه يستعمل اب تاني، وهكذا. بالمناسبه يعني ديسكليمر، لما انا بقول راجل او شخص، انا اي مين او بعني راجل او ست او اي مستخدم. في بقى نوع انترستنج جدا انا كنت عمري ما سمعت عنه قبل كده، وهو المستخدم القسري، اللي هو مثال حلو قوي قوي. نرجع لمثال الاب او الاهل تاني، اب او ام، اللي هو مجبر يستعمل الاب عشان يطلب اوردر من مطعم مش موجود غير على الاب. يعني انا عمري ما فكرت في كيس زي دي مثلا شخصيا، ان انت مثلا ممكن يبقى عندك في مثلا بعض المطاعم بتتاخد اكسكلوسيف ديلز على الابس. فمثلا يبقى الابن او المستخدم عايز يطلب اكل او ديزرت او حلويات من المحل ده، والاب مش عايز او مش بيحب الاكل ده، ولكن هو مضطر يطلب عشان ابنه عايز ده.
فاللي بيطلب او اللي بيساعد في عمليه الطلب هو الاب، فهو داخل متقدر. هو داخل غصب عنه. فازاي نخلي البروسيس بتاعته سهله؟ ازاي ما نخلي الموضوع مش رخم؟ كل ما نضيف عقبه هو في الغالب هيبقى مخنوق خلقه وهيمشي. في المستخدم المساعد اللي هو ممكن مثال حلو قوي بعيدا عن الفود ديليفري اب. المستخدم المساعد ده لو انت مثلا بتبني نظام لحجوزات، واللي هيطلب الحجز هيبقى شخص اللي هو بيحجز لشخص. يعني مثلا لو انا بحجز لابني فانا مستخدم مساعد لابني، لو انا بحجز لوالدتي او والدي الكبار في السن اللي مش بيعرفوا يستعملوا النظام فانا بحجز ليهم. في بقى مستخدم المتطفل، الشخص مثلا اللي بيستخدم الاب بطريقه غير مقصوده، زي مثلا حد هيفتح التطبيق بتاعك يشوف الاسعار ويقفل ويطلب من المطعم بتليفون. ازاي هتجيب اليوزر ده؟ ازاي تقنعه انه يستعمل التطبيق بتاعك؟ دي نقطة مهمة جدا احنا مش بناخد بالنا منها. في بقى المستخدم المتعاون، ده الراجل اللذيذ الكول اللي بيفتح لك تيكت ويقول لك الحق يا باشا في بجايه هنا احنا محتاجين نحلها، الحق في مشكله هنا محتاجين نحلها، ويبدا يساعدك، يبقى هيلفل، يعني يبدا شخص متعاون ومساعد جدا. يبدا يديك ترشيحات ازاي نحسن السيستم. الناس اللي بترد على السيرفيز لما تبعت له استبيان على الايميل او سيرفي هو اللي بيرد عليه. بيبقى لذيذ قوي المستخدم ده بصراحه. في بقى المستخدم المنافس، ده من اسمه واضحه جدا، ده الكومبيتيتور بتاعك اللي بيفتح الاب ينقل منه او عايز يشوف افكار عشان ينفذها زيك. في المستخدم المراقب، ده اللي بيراقب في صمت. عارف انت لما تطلب اكل يقول لك مش تطلب انت الاكل عشان انا ما عنديش الاب. فانت في الغالب هو دايما بيطلب من نفس الاب لكن هو ما عندوش الاب. ازاي شخص زي ده نسهل دخوله للاب الايكو سيستم عشان يبدا يستعملنا بدل ما يبقى هو من بعيد؟ في بقى المستخدم الممول اللي هو بيحط فلوس عشان يطور التطبيق. ده في الغالب مش يوزر عادي، ده في الغالب ممكن يبقى انفستور. الانفستور ده فكرته ان هو بيستعمل الاب، فهو دايما ايجر ان هو يحسن ويدفع فلوس في الشركه او وات ايفر عشان يبدا يحسن التطبيق. او ممكن نفكر فيه الشخص اللي بيحب التطبيق بتاعك جدا ومؤمن بيه لدرجه انه راح اشترى اسهم منك في البورصه. يعني مثلا الناس في امريكا اللي بتستعمل اوبر ايت ومخلصين لاوبر ايت وعندهم اسهم اوبر، فده مثلا من نوع المستخدمين المهمين جدا اللي انت محتاج تحافظ عليهم. بس ده انت في الغالب مش بتشوفه، يعني ده بيبقى في الاخر تحت كاتيجوري المستخدم العادي. بس انت لازم تحط وانت بتصمم الاعتبار الناس دي ممكن في يوم من الايام تستثمر فيك، فازاي تقنعه انه يبقى لويال او يبقى مخلص ليك؟ في بقى يعني النوع المحبب الى قلبي وهو المستخدم المروج، البروموتر، اللي هو بيبدا يقنع صحابه للاب، يلا يا جماعه نزل كلنا الاب، يلا يا جماعه نستعمل كلنا الاب. وده اهم يوزر عندك، ده بيعمل لك ماركتينج بلاش، تسويق من غير فلوس. الناس دي مهمه جدا ان احنا نحافظ عليهم ونبص لهم ونهتم بيهم. وازاي نعمل له بروجرام تساعده، ازاي نعمل له حاجات تأثر عليه، تخليه حياته اسهل، تخلي الشيرنج بتاع المعلومات بتاعه اسهل، ريفيرال بروجرامز، نعمل له بوينتس بيس سيستم للدعوات، خصومات على الانفيتيشنز. الحاجات دي الناس دي مهمه جدا احنا نهتم بيها. وفي بقى المستخدم المعارض، الشخص اللي بينتقد الاب بتاعك علنا، يمسك تويتر او فيسبوك، هاي الاب الاكل ما وصلش، الاكل وصل ساقع، الخدمه زي الزفت، الناس دي مش بروفيشنال. الناس دي لازم تعرف تتعامل معاها. يعني ازاي هتهندله مبدئيا، وكمان هتدخله تاني انك تقنعه انه يستعمل سيستم تاني ويخش جواه. ودي ليها بروسس ولها اليات وطرق كتير قوي. وبس هم دول ال 16 نوع اللي كنت عايز اتكلم عنهم. 16 نوع مهمين تفكر فيهم، تحطهم في اعتبارك. انت كمهندس او كمدير منتجات لازم تفكر في الموضوع ده، حتى لو مدير منتجات ما فكرش، انت كمهندس تفكر وتعترض معاه وتقول له ما تيجي نفكر في الناس دي، ما تيجي ناخد بالنا من الناس دي، ما تيجي نبص على الناس دي. الموضوع ده مهم جدا وبيفرق جدا جدا وانت بتصمم النظام. حتى لو انت مش بتاع تصميم، انت مهندس، بس المهندس دوره التصميم. التصميم من اهم مراحله ان احنا نسال عن المستخدم وانواعه، وكل واحد بيستعمل النظام ازاي. مش لازما في كل سيستم تلاقي 16، ومش لازما انك هتلاقي واحد او اتنين، في انظمه مصممه لواحد او اتنين بالكتير، ولكن لازم تسال السؤال وتحط ده في الاعتبار. ده اللي كنت عايز اقوله النهارده، ما اعتقدش ان في حاجه تانية عايز اقولها. واتمنى التوفيق للجميع. ويعني بصراحه كتاب Rethinking Users highly recommended، يعني محتاج يتقري. شكرا، سلام عليكم.